ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض اكله حلوه قوي واكله لذيذه جدا، من غير لحمه، من غير سمك، من غير فراخ. اكله يعني هتعمليها في ثواني، مش هتاخد من وقتك دقايق. هتجيبي كده الطاسه، وهنجيبي بطاطس. هنجيبي 2 من البطاطس، هنقطعهم مكعبات زي ما انتم شايفين كده، مكعبات صغيره. هنديهم كده تقليبه، يعني احنا عاوزينهم ياخدوا لون، يعني لون احمر كده شويه، يعني البطاطس تدبل معانا زي ما انتم شايفين. وهتجهزي بصلايه، طبعا بصل ابيض، بصل احمر زي ما انت حابه، والمرتاح عندك. احنا عاوزين برضو البصلايه برضو تتشوح مع البطاطس كده، وتدبل مع البطاطس. وهتجيبي قرن من الشطه او الفلفل زي ما انت حابه. انا ضفت قرن من الشطه. وبعد كده هتجيبي معلقه من الثوم، هتشوحيهم كده مع بعض. ما شاء الله على الريحة، الريحة تحفة بجد والله، زي ما انتم شايفين كده. وهتجيبي طماطمية هنقطعها كده، بس الطماطمية اللي احنا هنقطعها تقطيع صغير كده، هتشيلي منها القشر. تمام، لو انت حابة تعملها بالقشر بتاعها مفيش مشكلة. وهتجيبي معلقة من معجون الصلصة. تمام، هتضيفيها عليها. وبعد كده طبعا هتضيفي الملح بتاعك، وتضيفي البهارات اللي انت حباها، التوابل اللي انت حباها. وبعد كده بعد ما اديناهم تقليبه، هنضغط بقى عليهم، بس هتضيفي ربع كوبايه من الميه، يعني ربع، يعني حوالي 5 معالق من الميه كده، علشان خاطر يشوحوا مع بعض. وهتجيبي كده تعملي كده حاجه زنطوطه كده، يعني زي ما يكون حفره كده زي ما بيقولوا. تمام، وهتضيفي فيهم البطين. طبعا لو انت حابه تعملي كميه زياده مفيش مشكله، اللي انت حباه. بس انا حبيت ان انا اعمل 2 بس زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا انا فتحتهم زي ما انتم شايفين. انا بحبش البيض يبقى كده، انا بحبه هو يعني افتحه زي ما انتم شايفين. ما شاء الله، حاجه جميله جدا وحاجه روعه، مكملتش نص ساعه على بعض. ما شاء الله، تاكلها كده على العيش يعني، والاطفال كمان هتحبها قوي وجميله وتحفه. اتمنى يكون الفيديو بتاعي يعجبك. مع الف سلامه.